السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ اليوم غادي نشارك معكم واحد الفطائر كيجيو بساطين ودغيا كتوجديهم. كيف ما كتشوفوا كيجيو كلهم فشفشين. ندوز معكم المقادير وطريقه التحضير. عندنا هنا واحد المعلقه ديال الخميره ديال الخبز، وعندي كاس ونص ديال الحليب، الكاس اللي كان الكاس ديال العنبه، اللي ما بغاش يدير الحليب يعوضو بالماء. صافي غادي نزيدو داك نص كاس ديال السكر سنيده، وهنا تقريبا واحد 3 ديال المعالق عامرين ديال الزيت، واحد القريصه ديال الملح، غادي نزيد واحد الساشيه ديال السكر الفاني، ساشيه ديال الخميره ديال الحلوى. صافي كنخلطوا داك الخليط مزيان. من بعد غادي نجيب الدقيق اللي كنكون مغربلاه، الدقيق ديال اللي كان دقيق الفورس ديال الحلويات. بالنسبه لهاد الزلافه راه كتهز 3 ديال الكيسان ديال العنبه. غادي نبقى نضيف الدقيق بشويه بشويه، ولا كان باقي خاصني راه كنزيد. هاد الخبيزات ما غاديش ما تكتروش فيهم الدقيق، ما تقصعوهمش، الا جاو قاصحين ما غاديش يجيكم مرطبين. صافي الضربه غادي ندير يدي باش نعرف واش العجينه باقي خاصني نزيد لها الدقيق او لا. صافي دابا ما غاديش نبقى نزيد لها الدقيق، واخا تبان لكم كتلصق راه ضروري هاد الفطائر كيبقاو كتلصق ديك العجينه في يديكم حتى كتغسلوا يديكم. صافي كيف ما شفتوا معايا العجينه راه خليتها مطلوقه شويه، صافي وغنغطيها نخليها تخمر ليا.
صافي غادي نغطيها تتخمر مزيان ونرجع معاكم. صافي بعد ما غطيت العجينه ديالي خليتها تخمر، ندوز للتفاح اللي غادي نقطعو على قطع رقيقه رقاق. صافي النص غادي نقشرو والنص الاخر ما غاديش نقشرو، نديرو بالقشره ديالو. صافي كيف ما قلت لكم البنات، كنقطعوه دوك القطيعات يكونوا صغيورين. صافي كيف ما قلت لكم، يعني النص غادي نقشرو والنص الاخر غادي نقطعو غير هكاك، غادي نديرو بالقشره ديالو. صافي بعد ما كملت التفاح ديالي كله في التقطاع، غنجيب واحد المقله وغادي نجيب واحد المعلقه ديال الزبده، صافي وغادي نخوي داك التفاح ديالي في داك المقيله، ومن بعد غادي نجيب السنيده واحد المعلقه تقريبا ونص ديال السنيده، وغادي نجيب القرفه وغادي نشحر هاد التفاح مزيان تيتعسل ليا شويه. صافي كيف ما شفتوا معايا التفاح ديالي هو كنشحر فيه. صافي غادي ندوز دابا العجينه ديالي باش نبقى ندوز نشكلها. صافي غادي ندهن يديا بالزيت، وغادي نجيب شويه ديال الدقيق باش نرشو على دوك الخبيزات. غادي نكورهم كلهم ونحطهم عاد باش غادي نرش عليهم شويه ديال الدقيق، ومن بعد غادي ندوز باش نبدا نشكل فيهم. صافي بعد ما كملتهم البنات، انا ما وريتكمش الدقيق ملي رشيت عليهم، راه كيجيو رطبين وكيجيو زوينين هاد الفطائر. صافي كنجيب واحد الكاس اللي كان نديرو بيه داك الحفيره في الوسط،
صافي بعد ما كملت دوك الخبيزات كلهم، درت لهم دوك الحفيره بالكاس في الوسط. غادي نجيب واحد صفار البيض اللي رشيت عليه واحد شويه ديال الحليب. صافي غادي ندهن به دوك الفطائر، ومن بعد غادي نجي نعمرهم بالتفاح. بالنسبه للطياب ديالهم عاديين بحال كما كطيبوا كاع البريوش. او المهم كتسخن الفران مزيان من الفوق ومن التحت. ملي كتحط الطاوه ديالك في الفران صافي كتطفي على الفوق وتخلي العافيه مهيله، ماشي ناقصه بزاف، كتكون غير مهيله شويه. صافي كنستمر حتى نكمل دوك الخبيزات كلهم في العماره. صافي بعد ما كملتهم كما قلت لكم انا غادي نديرهم في الفران. ها الخبيزات ديالي انا خرجتهم من الفران، ها هما كيفاش جاو، كيجيو محمرين وزوينين. كنتمنى البنات هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، اللي زار القناه يخلي واحد التعليق زوين، ومع السلامه وخليتكم على خير.